السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه؟ أخباركم ايه في الحر؟ يا رب يخفف علينا حر يوم القيامة كده ويخفف عنا حر نار جهنم يا رب ويكفينا شرها. احنا مش مستحملين الحر خالص، والاكل صعب قوي في الحر ده. يعني طول الوقت ما احناش قادرين ناكل لا عيش ولا طبيخ ولا محاشي ولا لحمه. عايزين ناكل حاجات بس ساقعه ترطب على قلبنا. فانا هعمل معاكم دلوقتي وصفه سهله كده وبسيطه بحاجات موجوده في البيت. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت حله وحطيت فيها كوبايه من اللبن. دي كوبايه من اللبن على البارد، يعني انا حاليا مش مولعه البوتاجاز. هنحط كوبايه لبن زي ما انتم شايفين كده في الحله، وهنزل عليها برضو بنص كوبايه كده من الميه. يبقى انا حطيت كوبايه لبن وحطيت نص كوبايه ميه. بعد كده هحط عليهم معلقه واحده من السكر، معلقه كده، معلقه ونص، حسب ما انت عايزاها. لو انت عايزاها مسكره قوي زودي السكر، احنا عايزينها تكون مش مسكره قوي لان طبعا كتر السكر بيضايق. وهقلب كده السكر باللبن على البارد، يعني انا لسه ما ولعتش البوتاجاز، لسه اللبن بارد خالص. فانا حطيت السكر وهقلب كده كويس. وبعد كده هجيب عندي معلقه كبيره من النسكافيه، اي نوع نسكافيه بقى عندك. معلقه كبيره من النسكافيه، طبعا المعلقه زي ما انتم شايفين مش مليانه قوي، يعني حاجه بسيطه كده، معلقه مش هرميه يعني. وهنقلب الكلام ده كله برضو بالطريقه دي كده. يبقى انا حطيت اللبن، السكر، وشويه ميه صغيرين، وحطيت معلقه من النسكافيه. بعد كده هنزل بمعلقه من النشا، هحط معلقه واحده من النشا، برضو معلقه مش هرميه. زي ما انتم شايفين هي كوبايه لبن واحده وعليها حاجه بسيطه قوي من الميه. كوبايه معلقه نشا واحده هحطها عليهم، وهقلب برضو بالطريقه دي كده. يبقى اللبن بارد، حطينا عليه النسكافيه وحطينا عليه السكر وحطينا عليه النشا. بعد كده هبدأ بقى اولع عليه البوتاجاز. هولع البوتاجاز واوطي النار واقلبه كويس جدا. هنا زي ما انتم شايفين الخليط بدأ يتقل اهو، شايفين ده كده القوام اللي احنا عايزينه. طبعا احنا مش عايزينه يتقل اكتر من كده عشان ما يجبسش معانا، احنا عايزينه يبقى ناعم كريمي كده. كده بقى حط عليه، ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه. هنطفي بقى عليه وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بعد كده، بعد ما عملت النسكافيه زي ما انتم شايفين كده، هعمل ايه؟ هجيب الكاسات بتاعتي دي وهاخد كل كاس وهحط فيه بسكوته، اي نوع بسكوت عندك. ده بسكوت زي البوريو كده، بس هو مش بوريو، اي نوع بسكوت يعجبك. وهاخد في كل كوبايه او كاس احط بسكوتايه بالطريقه دي كده. شايفين بالطريقه دي كده. يبقى انا حطيت زي ما انتم شايفين في كل كاس من اللي انا عملتهم بسكوتايه في القاع تحت. بعد كده هنزل بالنسكافيه بتاعي في كل كوبايه من الكوبايات دي.
بالطريقه دي كده اهي. مش هامله الكوبايه، انا هحط بس حاجه بسيطه كده. بس كده زي ما انتم شايفين، يبقى انا حطيت في كل كوبايه فوق البسكوتيه النسكافيه باللبن اللي انا عملته. بعد كده هجيب تاني في الحله برضو، هجيب كوبايه من اللبن تاني في نفس الحله، شطفتها بس كده شطفه بسيطه، وحطيت فيها كوبايه لبن، وهحط كمان معلقه من السكر. دي معلقه من السكر، حبه كمان، معلقه وربع، وهقلبهم برضو على البارد. وهحط معلقه من الكاكاو، احط معلقه حلوه كده من الكاكاو اهي، معلقه هرميه كده من الكاكاو بس كده. كل ده على بارد طبعا. وهحط معلقه النشا بس كده، واقلب الكلام ده كله على البارد زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بقى ان انا اولع عليهم النار. دي تاني طبقة هنحطها على التحلية بتاعتنا. يبقى السكر والكاكاو والنشا على اللبن ده. ممكن نزودكم كمان شوية مية، ربع كمان كوباية مية كده، وهقلبهم بقى كويس. اثناء ما هما بيدوبوا كده هنزل عليهم ب3 مكعبات من الشوكولاته. هحط لهم 3 مكعبات من الشوكولاته كده، اللي هي الشوكولاته بتاعه المطبخ، الشوكولاته الخام. وهوطي عليهم لحد ما الشوكولاته دي تسيح مع التقليب طبعا. هنا القوام بدأ يتقل اهو زي ما انتم شايفين. هطفي عليه، ده كده القوام المطلوب. هناخده بقى ونحطه على الطبقة اللي احنا حطيناها، اللي هي طبقة النسكافيه. هبدأ بقى ان انا احط الطبقة اللي انا عملتها، الشوكولاتة اللي انا عملتها هحطها فوق الطبقة دي. شايفين كده؟
يبقى دي طبقة البسكوت تحت، وده النسكافيه، ودي الشوكولاتة. لسه هنعمل كمان طبقة. بعد كده بقى هنزل بالطبقة الأخيرة. الطبقة الأخيرة نفس الخطوات بتاعة اللي أنا عملته، بس ما حطيتش لا كاكاو بقى ولا حطيت نسكافيه، فحبيت كده ان انا اعملها لوحدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو بقى. زي ما انتم شايفين كده بقت 4 طبقات. انا حطيت البسكوته تحت، وحطيت النسكافيه والشوكولاته، ودي مهلبيه ساده خالص معلاش اي حاجه، وطبعا نفس طريقه العمايل اللي هي على البارد كله. بعد كده بقى الوش الابيض ده هزوقه باي حاجات بقى عندك. هحط كده شوكولاته من اللي هي ممكن احط برضو بسكوتيه كده اهي كده. وده كان الحلو بتاعنا النهارده. ايه رايكم كده فيه؟ طبعا هندخله التلاجة بقى يبرد، وناكله ان شاء الله بالليل كده مع الجو الحر ده، يرطب على الصدر شويه بدل الاكل السخن اللي احنا بناكله. اتمنى لو عجبتك الوصفه بقى ما تنسيش اللايك والشير، واللايك حلو وكومنت حلو منك كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.